ذا ميسنج لينك. ازاي كل اللايرز دي نشغلها مع بعض؟ لو ركزنا على لاير واحده بس نبقى فاهمين نص الصوره. خلينا نجاوب على اكتر سؤال اتكرر في السلسله دي. طيب المفروض نبدا منين؟ انفراستراكشر، اي تي، ولا سوفت وير؟ الاجابه ولا واحده لوحدها. غلطه شائعه اللي اتكلمنا عليها قبل كده اننا بنتعامل مع الداتا سنتر كلايرز مختلفه. باور لوحده، كولينج لوحده، اي تي لوحده، بيزنس مستني النتيجه، وده عمره ما يطلع فاليو حقيقيه. خلينا نرتبها صح. الداتا سنتر بتتفهم من فوق لتحت ومن تحت لفوق في نفس الوقت. توب داون يحدد بزنس جروس افيلابيلتي، ريسك ار او اي. بوتوم اب تقول انفراستراكشر كاباسيتي ليميتس كوست ريلابيلتي. واللي في النص هو الالاينمنت. سوفت وير بيخلق ورك لود، والورك لود هيحدد الاي تي لود، والاي تي لود هيترجم باور اند كولينج ديماند. الباور اند كولينج بيشتغلوا داخل ليميتس اتحددت عن طريق سايت وفاونديشن. اي كسر في السلسله دي بيطلع داون تايم، معناها كوست زياده، ترندد كاباسيتي، وبزنس لوس. عشان كده السؤال مش بيكون ايه احسن يو بي اس، ولا ايه احسن تشيلر، ولا ايه اقوى سيرفر. السؤال الصح هو هل كل لاير عندي متصممه عشان تخدم اللي فوقها؟ مش لازم نعرف الكود، لازم نفهم سلوكه. مش لازم اوفر ديزاين، نشتغل موديولار وسكيلابل. مش فاسيلتي ضد اي تي، الاثنين مع بعض ضد اي ويست ممكن يحصل. الداتا سنتر مش مبنى، مش اكويبمنت، مش فاتوره كهرباء. الداتا سنتر هي عباره عن بزنس انجن يحول انرجي كومبيوت ريفينيو. لو السلسله دي خلت الصوره ليك اوضح سيب كومنت وقول لي ايه اكتر لاير كانت غامضه بالنسبه لك. ولو لسه شايف ان كل فريق لسه شغال لوحده يبقى الفيديو ده اتعمل عشانك.